هل في هنا استغلال للمصريين؟ اكيد طبعا. يستغل تونسي ابدا، واحد يستغل جزائري ابدا. لكن المصري عارف ان مفيش حد في ظهره، مفيش حد يقف معاه حتى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حليم. حضرتك منين من مصر؟ من منوفيه ان شاء الله، من وسنا. كويسنا. احسن ناس يا باشا. الله يخليك، الله يبارك فيك. عيد اضحى مبارك. علينا وعلى الامه الاسلاميه جميعا ان شاء الله. ايه رايك في فرنسا؟ جاوب بكل صراحه ومصداقيه. والله يا فرنسا حلوه بس للي عايز ياكل عيش. اللي مش عايز ياكل عيش برضه هي حلوه، بس استحمل اللي هيجراله. كل واحد بيختار السكه اللي هو عايز يمشي فيها. دي مفتوح ودي مفتوح. هل بس في سكة ان انت تقدر نفسك يبقى طويل فيها، وفي سكة بتجيب نفسك على طول اللي هي السكة الغلط او السكة الشمال او الكلام ده. لو اتكعبلت مش هيرحموك طبعا. لو في فرصة ورق ولا في فرصة اي حاجة دي بتعطلك، بتبقى نقطة زي نقطة سودة في حياتك. هل دي فرنسا اللي سمعت عنها قبل ما تيجي هنا بصراحه؟ اكيد لا طبعا. الواحد كان بيسمع يعني ان هو يجي هنا يبقى قاعد في حتة لوحده، قاعد معلش يشوف ناس نظيفة، ما يعملش مشاكل. لكن انت من ساعة ما جيت هنا كل حاجة على نفسيتك وكل حاجة على معلش بتشيلها جواك. بيتكلموا على بعض وبيتخانقوا مع بعض، وما بتصدق ان واحد بيتكلم على واحد عشان تتكلم معاه انت كمان. يعني مش بتلطفوا في صورة بعض، لا ده انتوا بتسوقوا في صورة بعض. عاوز موقف حصل لك هنا يستحيل تنساه من يوم ما جيت. هو بصراحة كتير. قول لي موقف منهم ما تنساهوش طول حياتك، ويكون نصيحه للناس. يعني موقف انت اتعلمت منه حاجه يفيد الناس كمان. والله ما تعشمش في حد، عشان لما تيجي تتعشم في حد وخذلك بتشيل في نفسك وبتزعل اكتر ما انت زعلان. فانت تعشم في ربنا وارمي حمولك على ربنا، وربنا يكرمك وبالزيادة ان شاء الله. ايه رايك في المحتوى اللي بقدمه بصراحه؟ والله مية مية. كفاية ان انت ما فيش حد بيتكلم في حقك كلمة وحشة، او ما بتقدمش اي محتوى ملوش لازمة ولا الكلام ده. لا انت بتوعي الناس وبتفهم الناس. هل في هنا استغلال للمصريين؟ اكيد طبعا. عشان انت ضعيف. تعالى بقى مثلا واحد يستغل تونسي ابدا، واحد يستغل جزائري ابدا. لكن المصري عارف ان مفيش حد في ظهره، مفيش حد يقف معاه حتى. لكن الجزائر التوانسه بيبقوا واقفين مع بعض. يعني مش شرط ان انا ابقى بقالي 10 سنين، لا انا ممكن ابقى بقالي شهرين واقف معاك، بس اما يشوفوا الكترة يخافوا منك. لكن المصريين لما بيشوفوا معلش اتنين ويبقى واحد، لا ده ملوش لازمة. ايه النصيحة اللي ممكن تنصحها لي بعد اذنك؟ والله كمل، ما سيبك بقى من التعليقات وسيبك من الكلام ده. طول ما انت ماشي وواثق في اللي انت بتعمله سيبك من اي حد.